السلام عليكم حبيباتي. اليوم حنديرو مع بعض هاد الوصفة. نروحو المقادير وطريقة التحضير. هنا في ريسيبيون عندي 3 كيسان ونص تاع فرينة. ها هو الكاس الاول، نزيد الكاس الثاني. هنا نفس الكاس اللي تبدو به كملوا به. انا سعة الكاس تاعي 240 مليلتر. ها هو الكاس الثالث، نزيد النصف. ها هي بيان سور نغربلها. نزيد عليها مغرف تاع خميرة خبز. انا درت مغرف شويه، ها هي مغرف كبيره، وزيدوا النص غير فتيته. نزيد عليها مغرف تاع سكر. نزيد عليها مغرف تاع خل. نزيد عليها مغرف صغيره تاع ملح. هنا خلط هاد المكونات مع بعض. انا هنا دات لي 2 كيسان تاع ما، بنفس الكاس اللي عبرت به الفرينه دات لي نيشان بمقادير مضبوطه. دات لي 2 كيسان تاع ما دافئ. هنا سي بون صاي المغرف، ونجمع بيدي كيما هكا. هنا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. ها هي سي بون صاي دروك. هنا غير لمها، ما نضربها ما والو. هنا سي بون صاي. هنا نغطيها ونخليها ترتاح 20 دقيقة المرة الأولى. ها هي بعد ما ارتاحت 20 دقيقة الأولى، ها هي دروك نجيب الباتر. هنا بيان سور اللي عندها البيترا تخدم بالبيترا، واللي ما عندهاش البيترا تخدم بهاد الباتر. فيه هاد تاع لاجين، هاد الكروشيه تاع لاجين. انا هنايا عجنتها عفوا كيما هكا 20 دقيقة واحدة أخرى، 20 مينوت وانتي تعجني كيما هكا. وبيان سور اللي عندها الاخر، عفوا البيترا تخدم بالبيترا. انا جبت لكم البديل للبيترا. ها هي بيان سور ماشي كاع اللي عندهم البيترا، كاين اللي ما عندهاش تخدم بهادو تاع الباتر. هنا بعد ما ضربتها بالباتر 20 دقيقة نخليها تزيد ترتاح 20 دقيقة واحدة أخرى المرة الثالثة. ها هي بعد ما تخمرت 20 دقيقة واحدة أخرى، دروك نديغازي العجينة تاعي كيما هكا. درت شوية زيت في يدي كيما هكا. هنا نهود العجينة تاعي كيما هكا. هنا نجيب البلا ندهنه بالزيت كيما هكا، ونبدا ندير في الكرات تاعي. انا هنا خرجت لي 12 حبه تاع السفنج كبيره، واللي بغات تصغر بيان سور تصغر الكره. انا بهذه جاتني كبيره نقصت منها. هنا من الاحسن نديرهم كيف كيف. هنا الاختيار يبقى لك، انا بغيتي تكبريهم بغيتي تصغريهم. هاد الوصفه جات ولا اروع. دوك تشوفوا معايا السفنج كيخرج معنا.
هنا نديرهم قاع نفس الحجم كيما هكا. هنا نجيب بلا واحد اخر ونبدا نحط كيما هكا. ها هما هنا بعد ما شكلتهم قاع دروك نجيب بلا. هنا بون اللي ما تعرفش تحلها هكا، ترفدها في يدها، تحلها هكا في الطبسي كيما هكا، تساعدها غايه. ميم الحبات يجوا كاع كيف كيف. هنا عندي زوج مقالي، عندي وحده فيها زيت غزير، ها هي هاد الكاسرول اللي درتها، وعندي هاد المقله اللي دايره فيها غير شويه تاع زيت، ونبدا نطيب في السفنج تاعي. هنا طريقه الطيب تاعه، هنايا تاع المقله الاولى نقصي النار كاع وخلي الحبه تاعك تاع السفنج تطلع، وفي المقله الثانيه نديرو زيت غزير وعلى نار مرتفعه. دوك تشوفوا معايا. ها هي درتها في المقله الثانيه، انني طالق عليها النار وندير لها هكا بالمغرف، هكا ندير فوق الحبه كيما هكا. هنا درت الحبه الثانيه طيب. انا شوفوا كي جا حبيباتي، جا ولا اروع. شوفوا كي تنبل، شوفوا كي طلع. هاد الوصفه جات ولا اروع، بمقادير مضبوطه، تنجم اي وحده ديره. هنا جيبي هاد عود شواء كيما هكا وبديت تدوري به كيما هكا وتقلبي به الحبه تاعك. انا نقصي النار باش يطيب من الداخل وما يجيكش معجن. ها هي الحبه الاولى تاعي، شوفوا كي جات حبيباتي، جات ولا اروع. هنا جيبي كسكاس ولا حاجه تكون تقطر من الزيت، وما تحطيش السفنج فوق بعضه باش ما يتعجنش. هنا من الاحسن تجيبي شباك ولا وتحطي فوقه الحبات. هنا ديري هكا فوقها الزيت كيما هكا. انا شوفوا حبيباتي نحل في الحبات في الطبسي باش يجوني كاع كيف كيف، بيساعدوني باش نحلهم يجوا كاع كيف كيف. انا قلعي هكا بالكيردون، هذا عود شواء يساعدك غايه باش تقلع الحبه تاعك. شوفوا كي جاو حبيباتي، جاو طايبين على حبه. ها هما. انا نرفد الحبه تاعي هذه ونحطها كيما هكا. هنا نكمل كاع الكميه تاعي ونشوفوهم طبعا في صحن التقديم. ها هو السفنج تاعي، شوفوا كي جا حبيباتي، جا ولا اروع. هاد الوصفه جات هبال. شوفوا كي جا حبيباتي، جا خفيف، جا هشيش. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم حبيباتي. الى الملتقى ان شاء الله. ما تنسوش حبيباتي الجام، ومع السلامه.